يا مساء الهنا على كل متابعيني، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقتنا النهارده حلقة جديدة هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا يخص تسمين البط. اي حد جايب معايا دورة تسمين اي نوع من انواع البط، ستار، بيور، بلدي، سكوفي، مولر، اي نوع من انواع البط، الحلقة دي مفيدة جدا ومهمة جدا جدا علشان ناخد اوزان عالية واحسن مناعة. وكمان حاجة مهمة تركة هتعمليها في العمر ده علشان البط يقدر يشيل نفسه كده، ولا اي اسهال يدمره ولا اي مشكلة تحصل له، والفترة دي تعدي بامان لان دي اكتر فترة حساسة في عمر البط كله، من اول يوم لاخر يوم. واوعدك كمان، وده اللي متأكدة منه، انك اول ما هتشوفي اي فيديو موجود عندي على القناة او القناة الكبيرة هتعشقي تربية الطيور، لان ده يعتبر عشق بالنسبة لي. بحب الطيور، بحب الحيوانات، بحب الحاجات دي جدا جدا، بحب اربيها واهتم بيها اكتر من بيعها واكتر من التجارة بيها واكتر من الاكتفاء الذاتي كمان. تربية الطيور للناس اللي هي بتخاف من الأمراض، من نافق، من التكاليف، هتلاقي إن الموضوع سهل وبسيط وما يتحسش بيه. لكل مشكلة وليها حل، أي حاجة ليها حل. تكاليف، مفيش تكاليف خالص. يعني حتى الأمراض اللي بتيجي، الأمراض الموسمية الفيروسية، برضو حلها سهل وبسيط جدا. كل ده بنناقشه في كل الحلقات اللي بننزلها على القناة. الأول خلونا قبل ما نبدأ الحلقة المهمة دي، من غير ما نتكلم في تفاصيل كتير، ما ننساش نصلي على أشرف الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لايكاتكم الجميلة لحلقة النهاردة، وصلوا الحلقة دي ل 300 لايك، واللي بتشوفني لأول مرة اشتركي بالقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. يلا نسمي الله ونبدأ حلقتنا النهاردة. زي ما انتوا شايفين احنا بادئين مع بعض من اول يوم، زي ما طلبتوا مني كل انواع الطيور بنربيها من اول يوم لاخر يوم، ذبح وبيع. معانا دلوقتي دورة تسمين بط ستار بكيني. ستار مش بيور يا جماعة، في فرق بين البكيني الستار والبيور، ده سلالة وده سلالة. ده سلالة أصلية، البيور سلالة أصلية، والبكيني الستار تعديل وراثي منه، بس تحويل أعلى ومناعة أعلى زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا البط اللي قدامكم ده المسكوفي الأصلي، اللي هو أصغر حاجة بسيطة من الستار. هما الاتنين جايين مع بعض في نفس اليوم، بس طبيعي ان تحويل الستار اعلى من المسكوفي، والمسكوفي هيفضل معانا فترة طويلة، انما الستار هنطلعه على عمر الشهرين بالظبط. عدى اول شهر، شهر و5 ايام، وفاضل لنا 25 يوم، وهتشوفي الأوزان الله أكبر. يعدي ال4 كيلو، 4.5، بيوصل ل5 كيلو مع التسمين الصح. طيب انت بتأكلي ايه دلوقتي يا مروة؟ أنا بأكل عيش وذرة وعلف، عيش وذرة وعلف، وكمية العلف محترمة شوية عشان أخلص بسرعة. بطلع مرتين في اليوم أكل البط بتاعي. طيب موضوع حلقتنا النهاردة ايه؟ البط الستار وزنه تقيل، والمسكوفي برضو بيتقل معانا. مع التقل ده وإهمال اي عرض يحصل للبط زي الاسهال مثلا، ان الزرق بتاعهم يكون سائل شويه، تهمليه بيحصل كسح، بتلاقي ان البط بيمشي بس بيزحف، او بارك على الارض كده، مش واقف على رجله تمام. ففي الفتره دي مهم جدا، بتبتدي بدي تساقط الريش، الافتراس بيبتدي بده. لو اهملتي العرض ده هيحصل مشاكل كتير. طيب ده بيكون ايه؟ ده نقص املاح معدنيه وفيتامين د وكالسيوم. طيب نعوض البط بتاعنا في الفترة دي ازاي؟ اول حاجة ان احنا نوقف الاسهال. وقف الاسهال ممكن بوصفات طبيعية لو الاسهال لسه في بدايته، زي مثلا النشا والشاي التقيل، او الليمون والنشا، او الثوم والليمون على المية. كل يوم تدي الوصفات الطبيعية دي لحد ما الإسهال يقف معانا. ده بيكون بسبب الحر، توفري بيئة مناسبة كده للبط بتاعك. بعد كده تنزلي بالوصفات اللي أنا هقولك عليها دي. الطحينة الخام كالسيوم، مهم جدا الطحينة، أحسن من أي أدوية ممكن تقدميها للطيور. أو الجير اللي بترشيه تحت الطيور، ده بيكون فيه نسبة كالسيوم برضو. وصفة العسل الأسود والكركم برضو من الوصفات المهمة جدا اللي بتحافظ على صحة الكبد والعظام كمان، وبتقوي وبتنشط الطيور بتاعتنا في الفترة دي. مهم جدا الوصفات في الفترة دي، مهم جدا. هتغيري نوع العلف، خلي الخل جنبك برضو. الخل برضو بتدي سقوة مرة في اليوم، زي مضاد السموم، طبيعي جدا للبط كمان مش للفراخ بس. فالوصفات دي وصفات حلوة جدا، مقويات وكالسيوم. طيب الاملاح المعدنيه، الاملاح المعدنيه دي الملح ما بيعوضهاش، مش ملح الطعام. انت لازم تجيبي مجموعه املاح سواء اوميجران او بامش. في الفتره دي لازم يكون عندك اي نوع من الانواع دي، مهم جدا جدا. مش موجود عندك هتجيبي مجموعه فيتامينات، وهتجيبي الاملاح المعدنيه السائله زي مثلا البيتا فوس،
اي نوع املاح معدنيه بيكون لونها ازرق كده او اخضر. فبتقدمي سقوة الصبح أملاح معدنية وسقوة بالليل فيتامينات، مهم جدا. أو البديل بتاعه زي ما قلت لكم الأوميجران أو البانش، دي مجموعة أملاح معدنية ومقويات مهمة جدا للبط في الفترة دي، هتستمري عليها لمدة 5 أيام. وما تربيش البط في مكان مقفول أو مكان ما بيدخلوش الشمس، لازم البط بتاعك يتعرض للشمس من وقت للتاني، مش طول النهار بس، على الأقل ساعة في اليوم البط يتعرض فيها للشمس. ده بيقوي مناعته وبيخليه بيستفيد من الحاجات اللي أنا قلت لكم عليها دي، وفيتامين د وحاجات كتيرة جدا الشمس بتعملها للبط بتاعنا. وطبعا ما تهمليش البط بتاعك باليوم والاتنين، ما تطلعيش او ما تراقبيش البط بتاعك او ما تشوفيش البط بتاعك او ما تاكليهوش. لازم طالما عندك طيور ارواح دي مسؤوليه تهتمي بيها. فانا زي ما بقول لكم كده في اول الحلقه، تربيه الطيور دي بالنسبه لي عشق، مش مجرد ان انا بطلع بمحتوى على اليوتيوب وخلاص. انا بحب اقعد معاهم، احسن من قعدة ناس كتير. قعدة الطيور دي راحة نفسية. الناس اللي هي بتحس ان هي مضغوطة، في مشاكل كتير، في صعوبات طبعا في الحياة عند الكل، انتي بس قاعدة 10 دقايق مع الطيور بتغسلك، بترجعك كده زي النونو من اول وجديد. فانا بحب الطيور جدا من زمان، حتى من قبل ما ابدا على اليوتيوب، ووالدي برضو بيحبها. وزي ما قلت لكم احنا في المجال ده من زمان، كتربيه وكمشاريع الاتنين يعني. فمتعوده على الحاجات دي، ما اقدرش استغنى عنها ابدا. مش عارفه بقى لو اجبرت ان انا اغير مكاني او اشوف مكان تاني نستقر فيه انا والاولاد، هربي طيور فين بقى؟ ان شاء الله هفضي اوضه واربي فيها طيور باذن الله. مش هسيب الطيور ابدا، وراها وراها وهي ورايا ورايا. ده بالنسبه للناس اللي هي بتخاف وتقلق من تربيه الطيور. خير في البيت يا جماعه، بتفدي، بتاكل بواقي اكل البيت، اكتفاء ذاتي. الناس اللي حابه تسلي نفسها وتعمل مشروع كده وهي قاعده في البيت من غير ما تروح هنا ولا هنا ولا تتعرض لده ولا ده ولا اللي انتوا عارفينه، الطيور وقعدة الطيور وتربية الطيور كلها مكسب زي ما بقول لكم كده. وما تقلقوش خالص وما تخافوش، وسيبوا كل حاجة على الله ثم عليا. فالموضوع سهل وبسيط جدا. ودي دفعة البط اللي احنا جبناها مع بعض، الله اكبر، انا ما حسيتش بيها يعني. في يوم وليلة لقيت الله اكبر زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. حتى لو حصل عندك نافق بطة ولا بطتين ما تزعليش، ما فيش اي مشكلة، فداكي. فادت العيال، العين جت فيهم، كل الحاجات دي. انا على طول بربي طيور علشان كده. فربنا يسترها عليكم وعلينا ويملى بيوتكم كلها بالخير. بتمنى لكم الخير جميعا، كل اللي بيحبني على القناة بيدعمني طبعا. انا يعني انتوا تاج على راسي، بحبكم جدا، تعودت عليكم. احنا داخلين اهو على 6 سنين شغل على اليوتيوب، مش معرفة يوم وليلة. كلامكم ليا ودعمكم ليا ودعواتكم ليا، انا يعني هي دي اللي مصبراني على الاوقات الصعبه اللي انا بمر بيها. وان شاء الله الاوقات اللي جايه هتكون كلها حلوه، هتفرحوا لي جدا بالانجازات اللي ان شاء الله هنشوفها مع بعض. كرم ربنا يا جماعه، ان بعد الصبر جبر. فانا الحمد لله يعني، الحمد لله في حياتي صبرت كتير على حاجات صعبه جدا، الحمد لله ربنا عوضني خير. وطالما انا فرحانه لازم افرحكم معايا، وطبعا اللي موجودين معايا على القناه يفرحوا لي لانكم بتتمنوا لي الخير دايما، وده اللي انا متعوده عليه منكم من زمان. اتمنى اكون افدتكم من خلال حلقه النهارده. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.